اصعب موقفين ممكن بعد عودة محمد سلام تفكر فيهم هو موقف بيومي فؤاد وموقف عمرو اديب. ليه عمرو اديب؟ عندك عمرو اديب مثلا عشان هو حاليا مع الجنسية السعودية، فاي كلام عن عودة محمد سلام فهيبقى يعني في مشكلة بالنسبة له، وانا اراهنك ان هو مش هيتكلم خالص عن الموضوع ده. من غير ما اشوف حلقة امبارح هو ما اتكلمش اصلا عن محمد سلام خالص، ولا عن عودته اللي كل تقريبا السوشيال ميديا او الرأي العام تقريبا بيتكلم عنها، فضلا عن السوكسي اللي خده. السوكسي ده اللي هو التسقيف الجامد جدا اللي خده بحضور رئيس الجمهورية وكل الموظفين الكبار في الدولة كمان. ورغم كل ده ويعني يعتبر حدث مهم الا انه ما اتكلمش عنه. برنامجه بيتكلم عن كل حاجه جديده. بالنسبه لبيومي فؤاد اللي كان اشتغل فتره، برضه الفتره اللي فاتت السنتين اللي فاتوا اشتغل كتير جدا تحديدا في السعوديه، وكان محمد سلام ما بيشتغلش، ففي ناس كانوا شايفين ان بيومي فؤاد يعتبر في المعركه دي هو اللي انتصر. ولكن بظهور محمد سلام بالشكل ده وبرجوع بعض الزمايل ليه في المجال الفني ان هم يتكلموا عنه تاني والكلام ده كله بعد ما كانوا مهمشين سيرته خالص طول سنتين، يقول لك ان الفتره الجايه مش هتبقى الطف حاجه بالنسبه لبيومي فؤاد. بالنسبه لمحمد هنيدي برضه واللي حصل على الجنسيه السعوديه، اعتقد برضه لن يعلق على عوده محمد سلام رغم انه اشتغل مع محمد سلام قبل كده، اعتقد في نبيل دكتور تجميل، فبالتالي يعني برضه مش هيجيب سيرته خالص في الفتره اللي جايه ولا كده هيشغله في اي عمل من اعماله، لان ده برضه هيعمل مشكله. والمشكله اللي محدش عارفها بالتالي كل الناس عارفاها، واللي مش عارفها يعني هو ان محمد سلام في نفس التوقيت ده من السنه اعتذر عن الذهاب لموسم الرياض، وطبعا ده تعاطفا مع اللي كان بيحصل في فلسطين وقتها.